الخير، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نديرو بيتزا بلي فرomاج. هذه البيتزا تجي بزاف 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 بنينه، ان شاء الله تجربوها. الحاجه الاولى نديرو لاباط تاع البيتزا سهله. درت انا بول تاع فرينه حوالي 300 غرام. درت شويه سكر، مغرفه تاع ماكله تاع خميره تاع الخبز، ودرت مغرفه صغيره تاع ملح، 3 مغارف تاع الزيت هكذايا. ونخلطوا المكونات الجافه. وعندي كاس تاع الحليب يكون دافي، درتهم في البيتخا باش تعجنها لي، باش تربح الوقت. تعجنها لي في دقيقه. وزدت عليها 2 مغارف تاع فرينه باش تنطم لي لاباط. والعجينه كيكون متعجنوا فيها هاي لك لهنا كي نطمت لي العجينه. كي انا برك راني مجريه الفيديو باش ما يجيش طويل، مي انا مانيش دايره البيتخا هكذايا تجري، يعني ديرتها في فيتاس 2. العجين دائما كي ديروه يتعجن في البيتخا، سواء بيتزا ولا نافورت عجين كي ديروه ما تفوتوش في البيتخا فيتاس 2، بس الا درتو العجين نحي يجري صافيك راح يحرق لكم العجين. الا درتو البيتخا تعجن تجري بزاف. ولهنا واش عندنا في المكونات تاع الاسمو؟ عندنا فرomاج غابي نيمبورط فرomاج اللي حبيتوه، عندنا الكومونبير، عندنا البولي فومي هدايا اللي يمد بنا هايله البيتزا تاعكم، وعندنا لي كريم فريش. الحاجه الاولى جيت لهنايا درت البيتزا ديالي في سنيوه هكذا، حليتها رقيقه مدوره وبيكيتها بالفرشات. وجيت ندير لهنايا درت 2 انواع تاع لا كريم فريش، هذيك وحده تاع صومم وحده امبرانت تاع طياب، ولا حتى تاع الحلوى هما نورمال. لهنايا درت لي فرomاج اللي عندي، درت كومونبير، درت بولي فومي لهنايا هكذا كما كنتوا تشوفوا. درت لا كريم فريش مشيتهم كامل. وجيت نزيد هذيك العجينه الثانيه اللي حليتها، جيت نزيد نديرها فوق خدها. ولهنايا في بوشادي لهنايا راني ندير هذاك الفرomاج فوندو، نديروه في لي بوردور باش كي ياكلوها ياكلوا حتى لي بوردور تاعها ما يرموهاش. لا بليبار تاع الناس كي ياكلوا البيتزا لي بوردور تاع البيتزا كيكونوا هكاك يابسين وناشفين ما ياكلوهمش، مي هكذايا الصغار والكبار راح ياكلوا لي بوردور وما يرموش نعمه تاع ربي. هكذا يلقاو فيهم الفرماج. ومن بعد لهنايا نعاودوا نفس العمليه، نديروا لا كريم فريش ونديروا الفرماج رابي تاعنا، ونزيدوا البولي فومي ونزيدوا الكومونبير. وانتم ديروا لها الفرامج اللي حبيتوا اللي متوفر عندكم. تقدروا ديروا البيتزا تاعكم وتدخلوها طيب على اقصى درجه. الفور يكون سخون بزاف تاع البيتزا ما تطيبش في درجه تاع حراره تاع الفور تكون ناقصه، طيب في درجه حراره عاليه بزاف. غير ندخلوها بيان سور تعسوها، ودير الفور تاعكم يكون شاعل سخون من قبل ويكون قوي، وطيبوها هكذايا. هاد البيتزا تجي بزاف بزاف بنينه. شويه نبدلوا على البيتزا لي بلا صوص حمراء، وراح تعطي لكم نتيجه هايله لو كان تجربوها. وعلى بالي باللي راح تعجب كل واحد سواء كبير ولا صغير، سورتو دراري صغار راح تعجبهم بزاف هاد البيتزا. ان شاء الله تجربوها وعلاش لا وتعجبكم ان شاء الله. تهلاو في روحتكم، بقى على خير. الفيديو واحد اخر ان شاء الله.